المستشفى الأخضر مصطلح قد يكون جديد علينا، ولكنه حقيقة على أرض الواقع وموجود في مدينة العاشر من رمضان. المستشفى الأخضر هي مستشفى جرين هارت، يعني القلب الأخضر. هي أول مستشفى متخصصة في القلب في مدينة العاشر من رمضان. اللي أقام المستشفى الدكتور جمال شعبان، ده عميد معهد القلب الأسبق واستشاري القلب وطبيب القلوب والإنسانية كما لقبه جمهوره. الدكتور جمال حب يعمل خدمة كبيرة للمواطنين، فاختار إنه يعمل مستشفى متخصص في القلب، يكون هو رئيس مجلس إدارتها ومعاه مجموعة متخصصة من أكفأ الأطباء في القلب، ومنهم نجله دكتور أحمد جمال شعبان. مستشفى جرين هارت مش بس مستشفى، هي منتجع طبي تقدر تريح أعصابك. فيها بحيرات صناعية كبيرة وموجودة على مساحة كبيرة جدا، كلها خضرة وطبيعة خلابة. المستشفى شغالة 24 ساعة، وفيها طوارئ تقدر تطمن على قلبك وتعمل تحاليل طبية شاملة. ولو انت مريض قلب تقدر تتابع معاهم على مدار اليوم. كمان فيها أحدث الأجهزة الطبية، وكمان عاملين برنامج تأهيلي لمرضى ضعف عضلة القلب. احنا بقالنا تقريبا سنتين بنجهز في المركز، يعني هو ده حلم دكتور جمال من زمان جدا، ان هو يعمل مركز موازي لمعهد القلب، يبقى حاجة تخص بقى كل أمراض القلب، تلمها كلها في مكان واحد وكل فحوصات القلب. يعني مكان معد إن هو يكون صرح، مش مجرد إن هي مؤسسة ربحية، لا احنا غرضنا إن احنا نخدم الناس كمان. تمام. فهو دي يعني ده برضه بيتماشى مع شخصية الدكتور جمال، إن هو العملية مش مجرد أرباح وتربح خلاص من هي مستشفى خاص وكده يعني. لا، هو غرضه إن هو يخدم الناس أكتر من إن هو يتربح من المكان، يعني تمام. زي ما كان يعني هو بيكمل مسيرته اللي ابتداها بإن هو لما كان عميد معهد عميد معهد القلب. القلب، أيوة. فهو حابب إن هو يكمل نفس الرسالة بتاعته من خلال مكان خاص بيه هو ومشرف عليه يعني. فطبعا هو احنا الفكره ان انا ما اخليش مريض القلب ان هو يبقى مشتت يروح في اكتر من مكان عشان يخلص الكورسات بتاعته. فاحنا حاولنا بقدر الامكان ان نجمع الاجهزه كلها في مكان واحد، علشان ما اخليش العيان بتاعي يلف كتير. فطبعا احنا دلوقتي عندنا معمل فيه كل فحوصات القلب، شغال على مدار ال 24 ساعه. عندي طوارئ مجهزه جدا باخصائيين قلب برضو على مدار 24 ساعه. عندي عيادات قلب فيها كل فحوصات القلب المطلوبة، من موجات صوتية ورسم قلب، أجهزة هولتر اللي هو رسم قلب لمدة 48 ساعة. عندنا أجهزة زي المنظار المائلة، وأجهزة حديثة زي جهاز اسمه ميسي، ده لسه جهاز بقاله 8 شهور تقريبا طالع، بيقيس الضغط في الشرايين الطرفية، بحيث إن اللي عندهم مشاكل في الشرايين الطرفية نقدر إن إحنا يعني نشخصها بسهولة. بس فأنا عندي نظام اللي هو الفحص الشامل للقلب. أنا فكرتي كلها إن أنا مش بخاطب بس مرضى القلب، لا أنا عايز إن ثقافة بقى إن هو إن أنا أطمن على نفسي قبل ما المرض يجي لي، يعني أنا تمام. عايز أعمل فحص شامل وأنا سليم، يعني أنا ده لسه مش للقلب بس. بدايات، خصوصا لو أنا كمان عندي تاريخ تاريخ وراثي. عائلي، ولو عندي مثلا عوامل خطوره زي الضغط او السكر، لازم ما استناش بقى، يعني مش هستنى لما يجي لي مشاكل في القلب وبعد كده اروح افحص، لا انا ابقى انا سابق. فاهمني؟ بس تمام. يعني